بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على شابتر جديد في جزء دكتور احمد جوده بعنوان البرونكيال ازمه. بنسميها احيانا بالعربي الازمه، او احيانا بنسميها الربو، وده الاسم العلمي ليها يعني في اللغه العربيه. طب ايه هو الربو او ايه هي البرونكيال ازمه؟ البرونكيال ازمه هي عباره عن ريكارنت. يعني ايه ريكارنت؟ ريكارنت يعني بتيجي كل فتره، بمعنى ان انا اقدر اقول انها مرض كرونيك. تمام، يبقى اول حاجه عرفت انها مرض كرونيك ريكارنت ابيسود، يعني كل فتره بيجي عند التعرض الى الحاجه التي تثير هذه الازمه او هذا الربو، وهنتكلم عن الحاجات التي تثيرها. طيب ايه كمان؟ واهم حاجه انك تعرف انها ريفرسبل. ليه؟ عشان افرق بينها وبين الاذر كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز او سي او بي دي اللي بتكون irreversible. طيب يبقى انا كده اول معلومتين عرفتهم عن الازمه ان هي ريكارنت ابيسودز، يعني كل فتره بتيجي، واذا هي كرونيك، وهي عباره عن ريفرسبل ابيسودز بعكس السي او بي دي او الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. طيب ايه الاعراض بتاعه الشخص اللي عنده ازمه؟ الاعراض بسهوله هي عباره عن shortness of breath. يعني ايه shortness of breath؟ يعني بياخد النفس بصعوبة، مش قادر ياخد النفس. طيب تلاقيه كده مش قادر ياخد نفسه، فدي بنسميها shortness of breath، مع شوية قف، مع شوية كحة. واهم حاجة مميزة ليها حاجة اسمها wheezing. يعني ايه wheezing؟ wheezing اللي هي بنسميها تزييق ده. ده اسمه ويزنج. يبقى اول ما الاقي شخص عنده صعوبه في النفس بنسميها shortness of breath، او بنسميها اس او بي. اس او بي احيانا بنسميها ديزنيا. احيانا بنسميها شيست او بنسميها شيست تايتنس. الاسامي دي كلها مصطلح ل shortness of breath او difficulty في البريسنج. اول ما الاقي شخص بياخد نفسه بصعوبه، بيكح، عنده صوت التزييق ده، انا اقدر اقول ان هذا هو مريض ازمه، وعلى اساسه اقدر اتعامل معاه في الادويه. طيب ايه الادويه؟ هناخدها كمان شويه لما نكمل كلام على الازمه. طيب ايه هي الازمه؟ ايه الباثوفيسيولوجي او ايه العلامات بتاعتها او الحاجه المميزه ليها؟ الحاجه المميزه ان هو عباره عن inflammatory disease inflammation مع برونكو كونستريكشن. يعني ايه؟ يعني لو رسمنا دي البرونكاي، خدنا فيها قطاع كده رسمناها، وهنرسم جوه هنا حاجه اسمها السموث ماسلز اللي بتحوطها، دي سموث ماسل، وبيكون في طبقه لايننج هنا بتغطي. طيب ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بيحصل عندي ان في وجود انفلاميشن في البرونكاي. هذا الانفلاميشن بيؤدي معايا الى سكريشنز دي ميوكس، فيحصل عندي اديمه. طيب اذا الميوكس يتراكم جوه، فيضيق عندي مجرى النفس، الاقي عندي ميوكس كتير، فمجرى النفس اللي هو هنا بيضيق. بالاضافه لان انا عندي برونكو كونستريكشن، فلاقي المجرى اصلا صغر، وهذا الصغر او الضيق في مجرى النفس او في البرونكاي هو سبب حصول صوت التزييق او الويزنج. طيب قال لك انا عايز اقارن بين كذا نوع من انواع كذا شكل من اشكال البرونكاي. قال لك لو هو شخص طبيعي النورمال، او شخص عنده ازمه، او شخص عنده ازمه في وقت اتاك. ما هو الشخص اللي عنده ازمه مش هتلاقيه طول الوقت قاعد يعمل ويزنج ويكحكح وشورت اوف بريس، لا ده بيحصل الاتاك عند التعرض الى فاكتور او انتيجين هنتكلم عنه. طيب ايه الفرق يا دكتوره بين شكل البرونكاي عشان نبقى فاهمين؟ اول حاجه في الحاله النورمال بيكون انا عندي البرونكاي اهي، السموز ماسل بتاعتها زي الفل، وهنا بيكون عندي مجرى النفس واسع. هل عندي انفلاميشن؟ مفيش انفلاميشن. هل عندي برونكو كونستريكشن؟ لا مفيش برونكو كونستريكشن. طب مريض الازمه في الحاله الطبيعيه وهو قاعد معايا ومعاك، لا بيكون عنده انفلاميشن. عشان كده على طول قلت لك ان هو كرونيك. يعني ايه كرونيك؟ يعني عندي كرونيك انفلاميشن موجود طول الوقت، يبقى عندي انفلاميشن. طيب هل عندي برونكو كونستريكشن؟ لا. هل انت سامع صوت ويزنج؟ هل بيكح؟
هل عنده difficulty في البريس وهو قاعد معاك؟ لا. اذا لا يوجد عندي برونكو كونستريكشن. طيب وانس اتعرض بقى للحاجه اللي بتعمل له اتاك، مثلا بولينج جرينز، احيانا ناس من الفيومز، شويه دخان سموكينج، ناس من شم السجاير، اي حاجه ممكن تعمل اتاك للشخص، بلاقي عنده نفس الكلام، هلاقي عندي الانفلاميشن مفيش خلاف كده كده موجود عشان المريض ده مريض ازمه، لكن بيتضاف عندي في الاتاك البرونكو كونستريكشن، الاقي عندي البرونكاي اليومن بتاعي صغر، حصل عندي برونكو كونستريكشن، فيحصل عندي بقى لا ويزنج وبيكحكح وبياخد النفس بصعوبه لان مجرى النفس بقى صغير، فهو ما بيصدق يدخل اي نفس، عايز ياخد اي هواء يدخله للبرونكاي ومنها للرئه. ده كده كانترودكشن على الازمه. يبقى عرفت انها ريكارنت بتيجي كل على فترات، اذا هي كرونيك انفلاميشن مع برونكو كونستريكشن، هي ريفرسبل، عشان كده قايل لك ايه هنا في حاله المريض اللي عنده ازمه اهو لكن بعيد عن الاكسبوجر او الانتيجين، الراجل ما عندوش برونكو كونستريكشن، ما عندوش اعراض، عشان كده قلت لك هي ريفرسبل. وانس اتعرض للحاجه لا بيضيق ويحصل عندي الاعراض، الدنيا تهدى يرجع للحاله العاديه اللي هو عنده انفلاميشن فقط من غير اعراض. الازمه هي عباره عن انفلاميشن مع برونكو كونستريكشن، وشرحنا الفرق بين شكل البرونكاي، النورمال ما بيكونش عندي انفلاميشن ولا برونكو كونستريكشن، لو مريض ازمه بس ما فيش اتاك بيكون عندي انفلاميشن لانه كرونيك لكن ما فيش برونكو كونستريكشن، لو عندي في حاله الاتاك بيكون عندي برونكو كونستريكشن وانفلاميشن والشخص بياخد نفسه بصعوبه. طيب لو فكره كده بس عشان نبدا نشرح، لو انا عايز اعالج ازاي؟ قال لك والله انا عندي انفلاميشن فادي انتي انفلاماتوري، عندي برونكو كونستريكشن فادي برونكو دايليتور. البرونكو دايليتور ده مهم جدا عشان الاكيوت اتاك، لكن الانتي انفلاماتوري ده هو كده ده حاله كرونيك انفلاميشن، ده بيتاخد على طول، بيفضل ياخده على طول، لكن البرونكو دايليتور ده بياخده عند الاكيوت اتاك عشان يعمل ريليف للاتاك في حالتها، هو مش قادر ياخد نفسه، انت بتدي له حاجه موسعه للبرونكاي عشان يقدر ياخد نفسه ويعدي معايا الاتاك، لكن كانتي انفلاماتوري هو كده كده عنده الانفلاميشن حتى لو ما فيش اتاك، فانا لازم ادي له انتي انفلاماتوري دراجز من الدراجز اللي هناخدها كمان شويه. طيب نيجي نتكلم على البريسبتيتنج فاكتور او العوامل اللي ممكن تعمل الحاجات دي. قال لك والله ممكن يحصل عندي اتاك في حاجات بسبب الانفايرمنت، حاجات في البيئه، زي والله واحد اتعرض للجو البارد، واحد هو كده اول ما بيطلع للجو من قاعد في الاوضه مثلا ودافيان، اول ما يطلع يجي له برد، ياخد شويه هواء ساقعين، فيحصل عندي ايه الاعراض بتاعه الازمه ويحصل عندي الاكيوت اتاك. مش بس كده، ممكن يكون حاجات موجوده في الجو ايربورن بارتكل، او ممكن تكون بوليتنت او ملوثات في الجو، والله زي سموكينج، تلاقي واحد زي الفل واول ما يشم ريحه سجاير او يشرب سجاير تلاقيه خلاص يموت مش قادر ياخد نفسه، ده عنده بريسبيسنج فاكتور انه لما بيتعرض للسموكينج بيحصل الكلام ده. ناس ممكن لما تيجي في فترات لما يكون في تراب في الجو او في يكون عفره في الدست تلاقي الازمه عنده اشتغلت. في ناس في موسم الربيع بسبب البولين جرينز او حبوب اللقاح، دي حاجات كلها environmental تؤدي الى حدوث الاتاك، لكن كده كده احنا متفقين ان عنده الانفلاميشن منتظر فقط البريديسبوزنج فاكتور او بريسبتيتنج فاكتور عشان يحصل عندي الاكيوت اتاك. هذا ممكن تكون environmental، ممكن تكون drug induced. زي مين؟ لا تعالى بقى نركز في drug induced شويه، زي البيتا بلوكر والنون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. ايه ده؟ تعالى نفهم بقى. البيتا بلوكر كلنا عارفين ان ليها تو تايبس، النون سيلكتيف بيتا بلوكرز والسيلكتيف بيتا بلوكر. النون سيلكتيف بتروح تقفل لي البيتا 1 وتقفل لي كمان البيتا 2، لكن السيلكتيف المفروض انها بتقفل البيتا 1 فقط. ايه مشكله النون سيلكتيف؟ مشكلتها في انها قفلت البيتا 2 ريسبتور، والبيتا 2 ريسبتور ده اصلا بيعمل برونكو دايليتيشن، فانت قفلت الحاجه اللي بتعمل برونكو دايليتيشن، فحصل معايا برونكو كونستريكشن، لقيت الشخص لما خد البيتا بلوكر عشان يوطي الضغط لقيته دخل معايا في ازماتيك اتاك. طيب السلكتيف يا دكتور، السلكتيف بتمشي على البيتا 1، طب زي الفل ملهاش دعوه بالبرونكاي. نفتكر كده كلمه كنا بنقولها في فارما 1، سلكتيفيتي
is dose dependent. يعني طول ما انا ماشي بجرعة قليلة انا مش هيحصل عندي الاتاك دي. once عليت الجرعة فقدت السلكتيفيتي، راح خبط في البيتا 2 قفلها، حصل عندي البرونكو كونستريكشن. فلما تتسأل هل البيتا بلوكر بريديسبوزنج فاكتور او بريسبتيتنج فاكتور؟ نعم. طيب السلكتيف ونون سلكتيف؟ الاصل هي النون سلكتيف، لكن السلكتيفيتي في الهاي دوز تفقد السلكتيفيتي وهتشتغل على البيتا 2 تقفلها، فيحصل عندي برونكو كونستريكشن. طب ايه قصه النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز؟ نفتكر كده محاضره النون سترويدال كنا بنقول ان انا عندي فوسفوليبيد بيجي لها الفوسفولايبيز A2 يديني ما يسمى بالاراكيدونيك اسيد اللي هو كان 20 كربونه. هذا الاركيدونيك اسيد كان بيشتغل عليه انزيم اسمه الكوكس او سايكلو اوكسجينيز، وانزيم اسمه اللوكس او اللايبو اوكسجينيز. طيب الكوكس ده كان بيديني البروستاجلاندين واللوكس كان بيديني الليوكوتراين. طيب ايه اللي بيحصل؟ فاكر لما قلت لك ان النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج بتروح تقفل لي الكوكس، فبالتالي يصبح عندي اللوكس هو الشغال، فبالتالي يحصل شيفت للوكس فيزيد عندي الليوكوتراين وبيقل عندي البروستاجلاندين. فلما يزيد الليوكوتراين قلت لك اهم حاجه كانت بتعملها الليوكوتراين ايه؟ البرونكو كونستريكشن، فيحصل عندي الازماتيك اتاك. تمام. يبقى كده انا عندي البيتا بلوكر عرفنا ان النون سيلكتيف هي اللي مسؤوله، لكن السيلكتيف في الهاي دوز لان السيلكتيفيتي از دوز ديبندنت، والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري لانها بتقفل الكوكس فيشتغل عندي اللوكس فيزيد الليوكوتراين اللي بيعمل برونكو كونستريكشن. طيب ايه كمان؟ قال لك ممكن تكون ديزيز انديوس. يعني ايه ديزيز؟ والله واحد جاله عدوى انفكشن فتلاقيه بيكحكح وبياخد نفسه بصعوبه عادي. شيست انفكشن جات له عدوى في النفس او في الصدر. نمونيا مثلا تلاقيه بياخد نفسه بصعوبه فتلاقي عنده ازمه او اكيوت اتاك. طيب ليه احنا كناس عاديين ممكن نتعرض للحاجات دي وما يحصلناش حاجه، وغيرنا يتعرض لحاجه من دول يحصل له ايه الاتاك، وغيرنا ممكن يتعرض لحاجه معينه من دول وحاجه لا؟ قال لك لان انا عندي حاجه اسمها هايبر ريسبونسيفنس. يعني ايه؟ استجابه عاليه. يعني ايه؟ انا كواحد طبيعي ممكن اتعرض للحاجات دي ما يحصليش حاجه. ليه؟ لان انا ما عنديش هايبر ريسبونسيفنس. يعني انا بتعرض ليها عادي مفيش اي مشكله، بتقبلها، بيحصل لها توليرانس معايا مع جسمي، ما عنديش اي مشكله. واحد تاني بسبب حاجه عنده جينيتك عنده هايبر ريسبونسيفنس او هايبر رياكتيفيتي، وانس اتعرض مثلا لشويه برد تلاقيه خلاص دخل في الاتاك. واحد تاني عنده برضه جينيتك فاريابيليتي لما بيتعرض للسموكينج، واحد لما يتعرض للضغط، واحد لما يجيله مرض معين، وهكذا. اذا يتميز مريض الازمه ان لديه هايبر ريسبونسيفنس او هايبر رياكتيفيتي اجينست حاجه من البريسبتيتنج فاكتور او البريسبوزنج فاكتور. مش ليهم كلهم، ممكن لواحد منهم، ممكن لاكتر. تلاقي واحد بيجي له اتاك من الكولد والبيتا بلوكر، واحد لا بيجي له من نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، واحد يجي له لا من شويه التراب، وكل الحاجات دي. اذا بتعتمد على الجينيتك فاريابيليتي. كده نكون اتكلمنا على انترودكشن عن الازمه. نبدا بقى نخش على الباثوفيسيولوجي والتريتمنت. نيجي بقى نتكلم على الباثوفيسيولوجي. احنا هنشرح الباثوفيسيولوجي على الرسمه اللي الدكتور جوده كان منزلها في الداتا، وانا كاتب لكم برضو الكلام ومفصله في الورق. اول حاجه عشان يحصل عندي ازمه بيكون عندي الالرجين. الالرجين ده زي ما اتكلمنا هو عباره عن بريسبتيتنج فاكتور، زي ما قلنا ممكن يكون داست، ممكن يكون سموك، ممكن يكون دراج، ممكن يكون اي حاجه. هذا الانتيجين بيروح يلاقي انتيجين بريزنتيتنج سيل، من اسمها بريزنتيتنج سيل يعني بتعمل توضيح او عرض لهذا الانتيجين. بتيجي الخليه دي تمسك فيه الانتيجين كده وتعرف الجسم ان هذا هنا انتيجين، عشان تطلع مين؟ عشان تعمل ريكروتمنت يعني تنادي او تكافئ كلمه كيموتاكتيك يعني تنادي، او ريكروتمنت يعني تنادي. هتنادي عندي التي هيلبر 2. التي هيلبر 2 بتطلع نوعين من السيتوكاينز. يعني ايه سيتوكاينز؟ السيتوكاينز هي عباره عن انفلاماتوري ميدياتورز. طيب منها ايه؟ منها ما هو اسمه انترلوكين 5 ومنها ما اسمه انترلوكين 4. دي تحت عيله كبيره اسمها السيتوكاينز، عباره عن ايه؟ عن انفلاماتوري ميدياتورز، يعني بتساعد في عمليه الانفلاميشن.
يبقى التي هيلبر 2 طلعت لي انترلوكين 4 وانترلوكين 5. نشوف الانترلوكين 5 عمل ايه. قال لك الانترلوكين 5 لما طلع عمل ريكروتمنت للايزينوفيل، وهذه الايزينوفيل از انفلاماتوري سيل. طيب لما يطلع عندي الايزينوفيل بتعمل عندي انفلاميشن، نتيجه الانفلاميشن ان يطلع عندي ايديما ويطلع عندي ميوكس، اذا يحصل عندي برونكو كونستريكشن ويحصل عندي الازماتيك اتاك ويحصل عندي الانفلاميشن. ده كده بالنسبه للانترلوكين 5. نخش على الانترلوكين 4 ونشوف ماشي ازاي. الانترلوكين 4 قصته طويله شويه. بيطلع عندي الانترلوكين 4 ينادي على البي سيل اللي بتطلع الانتي بودي، تطلع لي انتي بودي معين اسمه اميونوجلوبولين اي، جسم مضاد اسمه الاميونوجلوبولين اي. هذا الاميونوجلوبولين اي بيروح يدور على خليه تسمى الماست سيل. لو انا فيرست اكسبوجر، شخص اول مره يتعرض لهذا الانتيجين، اول مره يطلع لي هذا الاميونوجلوبولين اي، هذا الاميونوجلوبولين اي بيروح يمسك في الماست سيل وما يعملش اي حاجه. خلاص هو قاعد كده، ده بنسميها الفيرست اكسبوجر، ما بيعملش اي حاجه. الانتي بودي واقف على الماست سيل. طب هو واقف يعمل ايه؟ واقف يستنى الانتيجين يخش تاني. يعني يا دكتور اول مره يجي الالرجين او الانتيجين، الرجين تساوي كلمه انتيجين، اول مره يجي الالرجين او الانتيجين مش هيحصل لي اي اعراض ولا اي مشاكل ولا اي حاجه، هو بس طلع انتي بودي من البي سيل قاعد على الماست سيل. طيب يا دكتور وبعدين يجي بقى السكند اكسبوجر، ده تاني مره جه الانتيجين او الالرجين، يعمل ايه؟ يمسك في الاميونوجلوبولين اي اللي ماسك على الماست سيل، وعندما يرتبط هذا الالرجين بالاميونوجلوبولين اي المرتبط بالماست سيل يحدث عندي ما يسمى بالكالسيوم انفلكس، يخش عندي الكالسيوم الى داخل هذه الماست سيل فيدمرها، يعمل لها دي جرانيوليشن، يخرج منها جرانيولز، يخرج منها انفلاماتوري ميدياتورز، بقى يطلع منها حاجات زي ممكن يطلع هيستامين، ممكن يطلع كذا حاجه. انا يهمني هنا في الازمه انه بيطلع اليوكوتراين، من هم؟ اربعات، كلهم اربعه، بي سي دي اي، بي سي دي اي 4 كلهم اربعات. طيب هذه اليوكوتراين طلعت حلو، اذا بعد كده تعمل ايه؟ هذه اليوكوتراين اما تروح وتنادي على الايزينوفيل وبالتالي تعمل عندي انفلاميشن وايديما وميوكس ويعمل عندي برونكو كونستريكشن وانفلاميشن، يا اما تروح ترتبط بالسيستينايل ليوكوتراين 1 ريسبتور الموجود على البرونكيال سموز ماسل فتعمل عندي برونكو كونستريكشن. مش انا لسه قايل لك الليوكوتراين بتعمل برونكو كونستريكشن؟ طب بتعمله ازاي بقى؟ بتروح ترتبط بالسيستينايل ليوكوتراين 1 ريسبتور الموجود على البرونكيال سموز ماسل عشان تعمل لي عندي برونكو كونستريكشن. طب ده كده انا فهمت الباس واي الاولاني. اجي عند الالرجين انتيجين بريزنتنج سيل، اتعرفت عليه، طلعت لي تي هيلبر 2، تي هيلبر 2 طلع لي انترلوكين 5 وانترلوكين 4، انترلوكين 5 نادى على الايزينوفيل عمل عندي انفلاميشن، طلع كمان الانترلوكين 4 طلع لي اميونوجلوبولين اي، مسك في الماست سيل ما عملش حاجه، سكند اكسبوجر دخل لي كالسيوم طلع لي ليوكوتراين، ليوكوتراين ممكن تنادي الايزينوفيل برضه وممكن لا تروح ترتبط على السيستينايل ليوكوتراين 1 ريسبتور تعمل عندي برونكو كونستريكشن. ده الباس واي الاول. الباس واي الثاني لسه بقول لك ان انا عندي مريض الازمه عنده هايبر رياكتيفيتي او هايبر سبازمسيفنس، من ضمن الحاجات اللي بتكون هايبره عنده برضو الفيجال ستيميوليشن. اللي هو مين الفيجال ستيميوليشن؟ اللي هو الاستايلكولين. فبلاقي عنده زياده في الاستايلكولين. طيب لما يزيد الاستايلكولين يرتبط بما يسمى الماسكارينيك 3 ريسبتور الموجود على البرونكيال سموز ماسل فيؤدي الى برونكو كونستريكشن. طيب كده شرحنا الاثنين باسويز. طيب يا دكتور لو عايز اعالج بقى، تعالى نشرح هنتكلم عن ايه بقى في العلاج عشان نبقى فاهمين احنا ماشيين ازاي. اول حاجه تعالى نشوف، طلع عندي تي هيلبر 2، تي هيلبر 2 طلعت لي انترلوكين 5. طيب ما انا ممكن اقفل الانترلوكين 5، اديله انتي انترلوكين 5، ادي اول طريقه علاج. حلو. طيب خلينا نمشي في الانترلوكين 4. انترلوكين 4 طلع لي اميونوجلوبولين اي، يا باشا ما تديله انتي اميونوجلوبولين اي، ودول طبعا اكتر حاجه كفاءه وشغالين بس غاليين. طيب يا باشا اديني شويه، طلع الاميونوجلوبولين ايه، جاي سكند اكسبوجر دخل لي كالسيوم. طب يا باشا ما تقفل دخول الكالسيوم، اديني حاجه اسمها ماست سيل استابلايزر تمنع دخول الكالسيوم فتمنع الدي جرانيوليشن فتمنع طلوع اليوكوتراين فارتاح من الاتاك. طيب ايه كمان؟ قال لك والله احنا ممكن نمنع الريليز بتاع اليوكوتراين دي. طب ازاي؟ بكورتيزونات، الجلوكوكورتيكويد، اديله كورتيزون. طيب يا باشا انا اعرف حاجه عن الكورتيزون كده، اعرف انه انتي انفلاماتوري. يا باشا ما هو انا ممكن استخدمه برضو هنا،
يبقى ايه؟ انتي انفلاماتوري، بيقلل الانفلاميشن، وكمان بيمنع الريليز بتاع الليوكوترايين. يبقى انا كده خدت كام واحد؟ خدت الانتي انترلوكين 5، انتي اميونوجلوبولين اي، خدت الماست سيل ستابلايزر ثالث علاج، وخدت الاسترويد رابع علاج. طب يا دكتور مش عايز اشتغل على هنا، قال لك انا عندي الليوكوترايين طالعه. طب الليوكوترايين دي عشان تطلع اصلا مش كان في السنسس بتاعي في اراكيدونيك اسيد بيطلع، بيجي له اللوكس يطلع الليوكوترايين؟ طيب ما انا ممكن اجي على اللوكس ده واقفله. طيب دي بنسميها ليوكوترايين باث واي موديفاير سينسز انهبيتور، حاجات تمنع السنسز زي الزيلوتين لما نتكلم عنه كمان شويه. طيب يا دكتور سيبه يطلع، سيبه يتصنع، طلع الليوكوترايين هيجي يرتبط بالريسبتور، اقفل لي الريسبتور يا باشا، حاجه اسمها ريسبتور انتاجونست للليوكوترايين ريسبتور او سيستاين ليوكوترايين 1 ريسبتور، اقفل لي الريسبتور ده في الليوكوترايين ما يرتبطش. طيب في طريقه ثانيه يا دكتور اعالج؟ يا باشا، مش انا كان عندي استايل كولين زياده بيرتبط بالام 3 ريسبتور يا اما برونكو ريستريكشن، يا باشا اقفل لي الام 3 ريسبتور، اديني انتي ماسكارينيك دراج او انتي كولينرجيك دراج. يبقى كده ايه؟ خامس علاج عندي الليوكوترايين باثواي موديفاير، ويضم اثنين، يا اما امنع السنسس بتاع الليوكوترايين يا اما امنع البايندنج تو الريسبتور. سادس حاجه الانتي ماسكارينيك دراج. طيب يا دكتور اديني حاجه برضو تحل. قال لك مش انا عندي برونكو كونستريكشن، طب ما تروح تشغل البيتا 2، شغل لي البيتا 2 ريسبتور اللي هي ايه؟ كانت برونكو دايليتور. طيب دكتور حل كمان، قال لك في حاجه اسمها الميثايلزانسين، هتستخدمها هتعمل برونكو دايليتيشن. يبقى كده انا عندي السابع بيتا 2 اجونست، والثامن الميثايل زانسين. يبقى انا فهمت الباس واي، عرفت ان طالع عندي انترلوكين 5 فاقدر اقفله، عرفت ان عندي انفلاميشن فممكن استخدم سترويد، عرفت ان انا عندي ميونوجلوبولين اي فاقدر اقفله، عرفت ان عندي كالسيوم بيخش فاقدر امنعه، عرفت ان عندي ليوكوترايين ريليز بيحصل من الماست سيل فاقدر اوقفه بالسترويد، عرفت ان عندي ليوكوترايين سينسس بيحصل فممكن اوقفه، عرفت ان عندي ليوكوترايين بترتبط بالريسبتور فممكن اقفله، عرفت ان عندي استايل كولين بيرتبط بالام 3 ريسبتور فممكن اقفله، عرفت ان انا عندي برونكو كونستريكشن فاقدر استخدم البيتا 2 اجونست توسع او الميثايلزانسين توسع. الحاجات دي بقى هي الدراجز اللي احنا هنتكلم عنها في باقي الحصه. نيجي بقى نتكلم على التريتمنت والعلاج اللي ممكن استخدمه لمريض قلبي. بنقسم عندي التريتمنت لحاجتين على حسب المشكله اللي عندي. ايه المشكله بتاعت الازمه يا حبيب قلبي؟ مشكله الازمه كان ان انا عندي برونكو كونستريكشن وكان عندي انفلاميشن. يبقى انا لازم اعالج البرونكو كونستريكشن باستخدام برونكو دايليتورز، ولازم اعالج هذا الانفلاميشن باستخدام انتي انفلاماتوري. حلو الكلام لحد دلوقتي. الادويه اللي احنا درسناها من شويه واتكلمنا عنها دي بجنرال كده هنقسمها. ايه هي الادويه اللي تريليف الاتاك؟ هي الادويه البرونكو كونستريكشن. افهمني، الانفلاميشن از كرونيك، قاعد معايا، فانا بستخدمه على لونج تيرم وعايش معاه ومتاقلم معاه واقعد استخدم في ادويه لحد ما ازهق. البرونكو كونستريكشن لو ما لحقتوش الراجل ممكن يفطس منك، فانا لازم الحقه. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تلحق البرونكو كونستريكشن؟ بنسميها هي الحاجات اللي بتعمل ريليف للاكيوت اتاك. هم مين؟ البيتا 2 اجونست اللي بتوسع، الميثايل زانسين اللي لسه قايل لك برضه انه بيوسع، وكمان عندي الانتي ماسكارينيك او الانتي كولينرجيك اللي بتقفل ام 3 ريسبتور اللي قايل لك برضه انها بتوسع. لكن الانتي ماسكارينيك دي مشكلتها انها سلو شويه، 2-3، فبستخدمهاش قوي في الاكيوت اتاك لوحدها. يبقى انا مرصنفها مع الريليف الاكيوت اتاك مع انها سلو لانها ما بتستخدمش لوحدها، بتستخدم مع البيتا 2 اجونست او ممكن استخدمها مع الميثايلزانسين، والكومون ان انا بستخدمها مع البيتا 2 اجونست. تمام. لكن البيتا 2 اجونست والميثايلزانسين ما شاء الله شغالين زي الفل. ما بقي من العلاج او الادويه بتكنترول الانفلاميشن الافضل. يبقى وانت بتذاكر كده عشان تقسم ايه عندي لريليف الاكيوت اتاك 3: بيتا 2 اجونست، ميثايلزانسين، الانتي ماسكارينيك او الانتي كولينرجيك. ما بقي بكنترول الانفلاميشن. قبل ما نخش بقى نشرح واحده واحده احنا نقسمهم. هنشرح الحاجات اللي بتعمل كنترول ريليف كنترول او بتعمل ريليف لاكيوت اتاك، وبعد كده نشرح الحاجات اللي بتعمل كنترول للانفلاميشن. نشرح بس واي كده في الجسم عشان نفهم منه شويه في ريليف الاكيوت اتاك بيحصل ازاي. انا عندي حاجه اسمها ATP. حلو. هذا ال ATP بيتحول معايا الى حاجه اسمها سايكليك AMP. هذا السايكليك AMP ممكن يرجع ويتكسر الى AMP. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ عشان نفهم.
بيقول لك انا عندي الاي تي بي ده بيجي له انزيم اسمه ادينايل سايكليز او ادينايليت سايكليز، مش هتفرق الاثنين صح، بيحوله لي لسايكليك اي ام بي، وهذا السايكليك اي ام بي بيتكسر عندي لحاجه اسمها فوسفوداي استريز، منه كذا سب تايب، انا يهمني تايب 4. طيب ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان هذا السايكليك اي ام بي شغال معايا كويس. طيب هذا السايكليك اي ام بي بيعمل ايه؟ اول حاجه بيعملها انه بيروح يعمل انهبيشن لحاجه اسمها مايوسين لايت تشين كاينيز. طب ده كان بيعمل ايه اصلا مايوسين لايت تشين كاينيز؟ كان بيعمل عندي برونكو كونستريكشن، فانا رحت قفلته. مش بس كده، هذا السايكليك ام بي بيروح يفتح اوبن للبوتاسيوم تشانل. لما يفتح البوتاسيوم تشانل بيؤدي الى بوتاسيوم افلكس، يخرج البوتاسيوم، فالبوزيتيف تشارج اللي جوه تقل، فيحصل عندي هايبر ريبولاريزيشن، هايبر بولاريزيشن. طيب الهايبر بولاريزيشن ده يعني ايه؟ احنا فاكرين ديبولاريزيشن يعني اكزايتيشن يعني فازو كونستريكشن او برونكو كونستريكشن، هايبر بولاريزيشن يعني ريلاكسيشن يعني برونكو دايليتيشن او فازو دايليتيشن. انا يهمني هنا انها هتعمل برونكو دايليتيشن، وفي نفس الوقت انا قفلت المايوسين لايت تشين كاينيز، فقفلت البرونكو كونستريكشن اللي كان عامله، فحصل عندي البرونكو دايليتيشن. طيب حلو كده. طب ليه انا بقول لك الكلام ده؟ بقول لك الكلام ده عشان اعرفك ان البيتا 2 اجونست بتحفز الادينايل سايكليز او الادينايليت سايكليز، فبالتالي تزود السايكليك ام بي، فبالتالي تزود الانهبيشن بتاع المايوسين لايت تشين كاينيز، فتقلل البرونكو كونستريكشن، فتزود البرونكو دايليتيشن. في نفس الوقت لما يزيد سايكليك ام بي هيفتح عندي البوتاسيوم تشانل، فيزود الكالسيوم افلكس، فيحصل عندي هايبر بولاريزيشن مما يؤدي الى زياده في البرونكو دايليتيشن، فلحقت الاتاك بتاعتي. طيب بس كده؟ لا. طب ايه قصه الفوسفودايستريز 4؟ الفوسفودايستريز 4 بيقوم مكسر السايكليك اي ام بي يحوله لي الى اي ام بي، وده مش شغال. طيب انا اعمل ايه؟ اجيب انهبيتور للتكسير ده اللي هم مين؟ الميثايل زنسين، بيعملوا انهبيشن لهذا الفوسفودايستريز 4، فبالتالي يقلل التكسير فيزيد عندي السايكليك اي ام بي. طيب ايه كمان؟ قال لك كمان انا عندي حاجه اسمها الادينوزين، بيروح يرتبط على الادينوزين ريسبتور. هذا الادينوسين ريسبتور بيعمل عندي برونكو كونستريكشن. طيب ليه بقول لك القصه دي؟ عشان اقول لك ان الميثايل زانسين از كومبيتيتيف انتاجونست اور بلوكر لهذا الادونيزين ريسبتور، فبالتالي يقلل البرونكو كونستريكشن لانه منع البايندنج بتاع الادونيزين تو الادونيزين ريسبتور، فقل عندي البرونكو كونستريكشن، فحصل عندي البرونكو دايليتيشن. جميل جميل. اين يوجد هذا الادونيزين ريسبتور؟ على السموز ماسل بتاع البرونكاي عشان نعرف. يبقى انا كده قدرت الخص لك الميكانيزم او الميكانيزم اوف اكشن بتاع البيتا 2 اجونست والميثايل زنسين. البيتا 2 اجونست بتزود الادينايل سايكليز، يزود سايكليك ام بي، يقلل المايوسين لايت تشين كاينيز، ويفتح البوتاسيوم تشانل فيعمل برونكو دايليتيشن. الميثايل زنسين يمنع التكسير بتاع السايكليك ام بي من خلال انهبيشن للفوسفودايستريز 4، وبالتالي كمان يعمل انهبيشن للادونيزين ريسبتور انتاجونست كومبتيتيف انتاجونيزم للادونيزين ريسبتور، فالنتيجه عندي هي حدوث البرونكو دايليتيشن. طيب عايز اتكلم على الانتي ماسكارينيك. الانتي ماسكارينيك ولا الانتي ام احنا مش هنتكلم عنها كتير، والله انا زي ما قلت لك انا عندي ام ريسبتور موجود على البرونكيال سموز ماسل، هذه الدراجز بتيجي تقفلها. قفلت هذا الريسبتور يجي الاستايل كولين بايند ما يحصلش بايند، فبالتالي يحصل عندي برونكو دايليتيشن. بس كده؟ قال لك لا كمان ده ليه انتي كولينرجيك افكت. زغلول النشفه حابس جزء ابو سريع بس مش سيستميك. ليه؟ لان انا بستخدم نوعين فقط من الانتي كولينرجيك هنتكلم عنهم، وهما الابراتروبيوم والتايوتروبيوم. الاثنين دول انهيلد، بس مشكلتهم انهم انهيلد مش على شكل سوليوشن، على شكل باودر، فبالتالي ممكن يعملوا لي شويه irritation شويه في الحلق ثروت irritation، او ممكن يخلوك تتكحكح. ليه؟ لانهم في بودره دخلت جوه، بس هم انهاليشن ما لهمش سيستميك سايد افكت. تمام. طيب ليه مش ممكن يمتص من خلال مجرى النفس يخش على الكابيلارز يعمل كده؟ قال لك فوق كل ده هما كواترنري امونيوم كومباوند ما بيحصل لهمش سيستميك ابسوربشن. خلصان.
فبالتالي اعراض زغلوله الناشفه كلها مش موجوده. تمام، اللي هم اعراض الانتيكولينرجيك او الاتروفين لايك افكت. طيب ايه كمان؟ قال لك ما هم انتيكولينرجيك يعني بيعملوا ينشفوا. فاكر لما كنا بنقول دراي ماوس ودراي اي حاجه سكريشن يقللها؟ فهلاقيه بينشف الميوكس، ولما يقلل الميوكس برضو يزود عندي البرونكو دايليتيشن. تمام، ده كده بالنسبه للميكانيزم بتاعه. طيب بنقسمهم لايه بقى؟ احنا عرفنا الانتيكولينرجيك، عرفنا ان عندي الابراتروبيوم والتايوتروبيوم. الميثايلزانسين بتضم الثايوفلين واخوه الامينوفيلين. تمام، ده كده بالنسبه للميثايلزانسين. لكن عندي البيتا 2 اجونست هنتكلم عنها شويه تفصيل، ان انا عندي حاجات رابيد او بنسميها شورت اكتنج، وحاجات برضو بتكون بنسميها لونج اكتنج. يعني ايه؟ في حاجات تشتغل معايا 6 ل 8 ساعات مثلا، وحاجات لا ممكن تاخدها مره في اليوم تشتغل 12 ل 24 ساعه مره او مرتين في اليوم. مين هم؟ قال لك انا عندي الرابد دول السلباتامول او بنسميه الوبيترول، عندي التربيوتالين، وعندي الليفا بترول، ليفو او ليفا البترول. السلباتامول قلنا اسمه البترول، والليفو بتاعه اسمه ليفا البترول. تمام، ده كده بالنسبه لي الاكزامبلز. بالنسبه للميكانيزم نيجي نتكلم على الانديكيشن. الانديكيشن انا لسه قايل لك يا حبيب قلبي ان البيتا 2 اجونست تشتغل بسرعه فيعمل رابيد ريليف للاتاك. طيب زيها زي مين؟ زيها زي الميثايلزانسين، الاثنين دول بيعملوا رابيد. لكن انا قلت لك ان عندي الانتي ماسكارينيك او الانتي كولينرجيك دول بيكونوا سلو، فما بيستخدموش لوحدهم، بستخدمهم لو شخص مش قادر ياخد البيتا بلوكر، او بستخدمهم مع كومباينيشن مع البيتا 2 اجونست. سوري، بستخدمه كومباينيشن مع البيتا 2 اجونست، او الشخص مش قادر يستخدم البيتا 2 اجونست حصل له منه شويه اعراض. طيب ايه السايد افكت اللي ممكن تقابلني؟ قال لك بالنسبه للبيتا 2 اجونست انا عندي فيها حاجتين، في السلباتامول وعندي التربيوتالين. دول عباره عن اورال. طيب ايه المشكله؟ ان ده ممكن يديني سيستميك افكت، سيستميك سايد افكت. ممكن يحصل لي ايه بقى؟ يحصل لك شويه تاكيكارديا، ممكن تزيد معايا وتخش معايا في الريزميا، وممكن تكون حاجات بسيطه شويه رعشه تريمورز. ده المشكله في مين؟ في السلباتامول والتربيوتالين عشان بيتاخدوا اورال. تمام، انما الباقي بيتاخد انهيليشن، ما بيحصلش عندي المشكله دي. بالنسبه للانتي كولينرجيك قلت لك او الانتي ماسكارينيك مشكلتها انها باودر، فبتعمل عندي شويه اريتيشن في الثروت، وممكن تعمل عندي شويه كف. تمام، بالنسبه بقى للميثايلزانسين فدول بيتاخدوا يا اما اورال يا اما بيتاخدوا انجكشن، يعني سيستميك سايد افكت. هاخد من البيتا بلوكر الاريزميا، واقول لك ان ممكن يحصل عندي اريزميا مع شويه نوزيا وفومتنج، وممكن يحصل عندي فيشيال فلاشنج، تلاقي الوش محمر، يبقى فيشيال فلاشنج شويه نوزيا وفومتنج، وتاخد اريزميا زيها زي البيتا 2 اجونست. تمام، طب مين افضل لو جينا نقارن بين حاجتين، التايوتروبيوم والابراتروبيوم؟ هقول لك ان التايوتروبيوم احسن. ليه؟ قال لك الاثنين بيروحوا يقفلوا الام ريسبتور، اهو ادي الام ريسبتور اتقفل، لكن التايوتروبيوم بيفضل ماسك وقت اطول، فبنسميه سلو ديسوشيشن. يعني ايه؟ ما بيقعد اطول ويفضل ماسك فيه، ما بيتكسرش بسرعه، فيديني ايه؟ لونجر ديوريشن. لكن احنا اتفقنا ان الاثنين اصلا والعيله دي لا تستخدم في الرابيد ريليف اوف اتاك، لان لهم سلو اونست، بيبداوا متاخر، لكن لما يبداوا واحد منهم بيقعد اطول من التاني، هو التايوتروبيوم بيقعد اطول من الابراتروبيوم. كده عرفنا الادويه اللي بتعمل ريليف للاكيوت اتاك. هنخش بقى على الادويه اللي بتعمل كنترول للانفلاميشن. نيجي بقى نتكلم على drugs that control الانفلاميشن. عندي 5 جروبز، هنتكلم على 3 وبعد كده 2. عندي اول حاجه الجلوكو كورتيكويد او الكورتيزونات، عندي بعد منه اليوكوترايين موديفاير، وعندي ما يسمى بالماست سيل ستابيلايزر. نعرف الاكزامبلز بتاع كل واحد وبعد كده نشرح الكلام عليه. الجلوكوكورتيكويد بنقسمها الى حاجتين، انهيلد حاجات بتتاخد بالنفس، يهمني فيها البوديزونايد والفلوتيازيد.
فلوتيكازون والبوديزونايد. منها ما هو سيستميك، وده انا هاخده اي في زي البريدنزولون. وللعلم ان هذا البريدنزولون يستخدم في حالات السيفير ازمه، او ممكن نسميها ستيتس ازماتيكس. تمام، ده كده اول حاجه في الاكزامبلز بتاع الجلوكورتيكويد. اليوكوتراين موديفاير عندي حاجه بتمنع السنسز اسمها الزيلوتون، وحاجات بتعمل بلوكينج للريسبتور من خلال كومبتيتيف انتاجونيزم للسيستينايل ليوكوتراين 1 ريسبتور، زي اي حاجه اخرها كاست بنسميها عيله الكاست، زي مونتيلوكاست، زافيلوكاست، او برونالوكاست، اي حاجه اخرها كاست. في الماست سيل ستابلايزر دي برضو بنقسمها الى حاجتين، حاجات انهاليشن او انهيلد زي الجلوكورتيكويد، وحاجات بتتاخد اورال بقى مش اي في. الاورال عشان نخلص منه هو الكيتو تيفن، والانهيلد عندي منه الكرومولين وعندي منه النيدو كروميل. تلاقوا خدتوا الكلام ده في الميديسنال. تمام كده انا عرفت الاكزامبلز بتاعتي. عايزك بس نعرف ان هذا الانهيلد، هغير اللون شويه، الانهيلد ده بيكون على شكل باودر زيه زي الانتي ماسكارينيك، فممكن يعمل عندي ثروت ايريتيشن، ممكن يعمل عندي ماوس دراينس، ممكن يعمل عندي شويه كف. وهذا الكيتوتيفن شبه ادويه الحساسيه ال H1 بلوكر، فلا عندي اعراض الانتي هيستامين زي انك دوخه ودراونسنز والحاجات دي كلها هتلاقيها. تمام، نيجي على الجلوكورتيكويد. هذا الانهيلد كلنا عارفين ان الكورتيزونات هي مضادات التهابات تقلل المناعه، فبيقلل لي الانهيلد هذا بيقلل لي المناعه في منطقه الماوس والفارنكس، فبنعمل عندي كانديزز. ايه هو الكانديزز؟ عباره عن كانديدا بمختلف السبيشيز بتاعها زي الكانديدا البيكان، عباره عن فطريات بتظهر وهي اوبورتونستيك لما بيتقل عندي المناعه، فانا جاي الجلوكورتيكويد قلل عندي المناعه. كمان بيأثر على الصوت، فبيخلي عندي حاجه اسمها ديسفونيا. يعني ايه ديسفونيا؟ بيخلي الصوت كده فيه بحه او بنسميها هورسنس، مبحوح. يبقى انا باخده انهيل بيخلي الصوت مبحوح وبيعمل عندي انفكشن اوبورتونستيك بنسميها الكاندياسيس في منطقه الماوس والفارنج، فبنسميها اوروفارنجيال كاندياسيس. طب انت لو خدته سيستميك هيعمل لك كل اعراض الكورتيزون، زي انه ممكن يعمل لك هايبر تنشن، ممكن يعمل لك هايبر جلايسيميا، دول اهم حاجه يعني. وممكن بقى في حالات متقدمه يعمل حاجات بقى يخش على الادرينال كورتكس والادرينال المضله ويلخبط الدنيا هناك، بس مالناش دعوه، احنا نعرف الهايبر تنشن والهايبر جلايسيميا. اليوكوتراين موديفاير بنقول لك ان هذه الادويه كويسه جدا وهي ويل توليريتد، الانسان يقدر يستحملها وبتتاخد للاطفال مفيش فيها اي مشكله. ده كده احنا عرفنا نبذه عن سايد افكت، وعرفنا ايه هما الاكزامبلز بتوعي، ونيجي بقى نتكلم على الميكانيزم اوف اكشن. عشان نتكلم عن الميكانيزم اوف اكشن نيجي من الاول خالص. انا كان عندي حاجه اسمها الفوسفوليبيد. هذه الفوسفوليبيد كان بيجي عليها الفوسفولايبيز A2 عشان يطلع عندي ما يسمى بالاراكيدونيك اسيد 20 كربونه. بعد كده بيجي على الاراكيدونيك اسيد ما يسمى بالكوكس، هذا الكوكس يؤدي الى تصنيع البروستاجلاندين، او يجي على هذا الاراكيدونيك اسيد ما يسمى باللوكس اللايبوكسوجينيز فيطلع ما يسمى بالليوكوتراين. هذه الليوكوتراين تحب الريسبتور بتاعها اللي اسمه سيستينايل ليوكوتراين 1 ريسبتور، فتعمل عندي ما يسمى بالبرونكو كونستريكشن. ده اول حاجه نكون عارفينها. تاني حاجه لما نفتكر في الباس واي كان بيحصل عندي ان الماست سيل بيجي عليها الاميونوجلوبولين اي، بعد كده يجي السكند اكسبوجر يرتبط عندي الانتيجين او الالرجين فيقوم مدخل عندي كالسيوم. هذا الكالسيوم لما بيخش كان بيؤدي الى دي جرانيوليشن وريليز للليوكوتراين. صح ولا لا؟ الكلام ده احنا عارفين. نيجي بقى نشوف الادويه بتاعتي بتشتغل فين. اول دراج معايا وهو الجلوكوكورتيكويد او الكورتيزونات،
بتشتغل على الفوسفولايبيز A2 تقفله، فبالتالي لا يتكون عندي اراكيدونيك اسيد، لا يتكون عندي لوكس شغال، لا يتكون عندي اليوكوترايين، لا يرتبط اليوكوترايين بالريسبتور، لا يحدث برونكو كونستريكشن بل يحدث برونكو دايليتيشن. ده بالنسبه لاول عيله. نيجي على حاجه كمان زي اليوكوترايين، بس احنا اتفقنا ان في حاجات تعمل منع للسنسز زي الزيلوتين، زي ليوتين او زي ليوتون، ده بيروح يعمل انهبيشن لللوكس، فبالتالي لا يتصنع عندي اليوكوترايين فلا يرتبط بالريسبتور، فلا يحدث برونكو كونستريكشن فيحدث عندي برونكو دايليتيشن. طيب الكاست بقى بيعملوا ايه؟ قال لك بالنسبه لي الكاست بيجي الكاست بتوعي زافيلوكاست ومونتيلوكاست وبرونالوكاست يروح يمنع البايندنج الريسبتور هنا بكومبيتيتيف انتاجونست، فلا يرتبط اليوكوترايين بهذا الريسبتور فلا يحدث البرونكو كونستريكشن فيحدث عندي البرونكو دايليتيشن. نيجي على الماست سيل ستابلايزر، كرومولين صوديوم والندوكروميل وما يسمى بالكيتوتيفن، بيروحوا يمنعوا الكالسيوم انفلكس، فلا يدخل الكالسيوم، فلا يحدث ديجرانيوليشن، فلا يحصل ريليز لليوكوترايين، فلا يرتبط اليوكوترايين بالسيستينايل ليوكوترايين 1 ريسبتور، فبالتالي لا يحدث البرونكو كونستريكشن فيحدث عندي البرونكو دايليتيشن. ده كده الباسواي ببساطه او كده الميكانيزم. ادويه كنترول الانفلاميشن، ولان الانفلاميشن حاله كورونيك زي ما شرحنا فيستخدم فور لونج تيرم، كل هذه الادويه تستخدم فور اللونج تيرم كنترول، على عكس الادويه اللي ريليف للاكيوت اتاك كنا بنستخدمها في اثناء الاتاك عشان تريف الاتاك عشان الشخص يقدر ياخد نفسه ونعالج الاعراض. كده خلصنا اول جروب من الحاجات اللي بتعمل كنترول الانفلاميشن. يتبقى عندي الجروب الثانيه اللي هي المونوكلونال انتي بوديز. المونوكلونال انتي بودي او بنسميها الماب. يعني ايه ماب؟ مونوكلونال انتي بودي هي عباره عن اجسام مضاده يتم تصنيعها بره عشان تعمل شغل جوه الجسم، يعني مش موجوده جوه الانسان طبيعي، احنا بنصنعها وندخلها عشان تعالج عندي مشكله. عندي بقى في المونوكلونال انتي بوديز دول عندي اتنين، انتي اميونوجلوبولين اي وعندي انتي انترلوكين 5. واضح من كده ان انا عندي انتي بودي هيروح يعمل بايندنج ثرو الاميونوجلوبولين اي، وانتي بودي هيروح يمسك في الانترلوكين 5. طب ليه؟ قال لك لما بنصنع الانتي بودي اهو جه الاميونوجلوبولين اي عايز يروح يرتبط في الماست سيل، فيقول له لا تعالى، يقوم جاي المونوكلونال انتي بودي بتاعنا يمسك في الاميونوجلوبولين اي، فبالتالي لا يرتبط بالماست سيل، فبالتالي يحصل بقى سكند ثيرد فورث فيفث سيفنث اي حاجه اكسبوجر، لا يحدث عندي دي جرانيوليشن ولا دخول للكالسيوم. ليه؟ لان الاميونوجلوبولين اي لم يرتبط بالماست سيل من الاول. تمام؟ ده فكره الاميونوجلوبولين اي مونوكلونال انتي بودي. المقابل عندي الانترلوكين 5 اللي كان بيروح ينادي على الايزينوفيل ويعمل عندي انفلاميشن، انا صنعت له انتي بودي يروح يمسك في الانترلوكين 5، فبالتالي لا ينادي على الايزينوفيل ولا يحدث عندي الانفلاميشن. تمام؟ وفي نفس الوقت هذا يمنع الديجرانيوليشن اوف الماست سيل بطريقه ما، مش مهم علينا نعرف طريقتها، المهم تعرف ان هو بيمسك في الانترلوكين 5 فيمنع عندي ديجرانيوليشن اوف الماست سيل، برضه يمنع عندي الانفلاميشن لانه هيمنع الريكروتمنت بتاع الايزينوفيل. من هم بقى الممبرز بتوعنا؟ واحد اسمه ماليزوماب، ماب اهي في الاخر يعني مونوكلونال انتي بودي ماليزوماب، والتاني بنسميه ميبو، مرهب ميبو ليزوماب، ميبو ليزوماب وما ليزوماب، كلهم ينتهوا بالليزوماب، وبالتحديد الماب اهم حاجه مميزه ليهم عشان نميز انهم مونوكلونال انتي بودي. هذه الادويه تستخدم في حالات معينه ويجب ان تكون سيفير، الازمه لازم تكون سيفير. مش بس كده، الادويه اللي فاتت كلها ما نفعتش uncontrolled. يعني ايه uncontrolled؟ يعني الادويه ما نفعتش. allergic، يعني ايه allergic؟ يعني انا عارف
ان هذا البيشنت بيجي في موسم معين بيحصل عنده هذه المشكلة بسبب ان عندي اليرجين حفز الاميونوجلوبولين اي او الانترلوكين 5. تمام. ايه كمان؟ لازم يكون عنده هايبر ايوزينوفيليا، او بنسميها بلاش هايبر ايوزينوفيليا، بنسميها ايزينوفيليا. يعني ايه ايزينوفيليا؟ يعني زيادة الايزينوفيل اكتر من 150 سيل في المايكرو لتر، ده اسمها ايه؟ ايزينوفيليا. مش بس كده، لازم العمر الايج يكون اكتر من 12 سنة. يبقى لما يسألني سؤال متى استخدم المونوكلونال انتي بودي، لازم الشخص يكون عنده سيفير ازمة لم يمكن علاجها بالادوية الاخرى، ترتبط بمواسم معينة، لديه ايزينوفيليا، والشخص اكبر من 12 عام. اذا المونوكلونال انتي بودي بما انها تكنترول الانفلاميشن اصلا، فهي بتستخدم فور اللونج تيرم كنترول. هل لها سايد افكت؟ طبيعي لها سايد افكت. اول حاجه انها جسم غريب مهما كان ده انتي بودي متصنع بره، فممكن يحصل عندي هايبر سنسيتيفيتي، يحصل منها حساسيه. هذه الحساسيه قد تبدا بارتكاريا، تتطور الى انجيو ايديما، وممكن يخش معايا في انفلاكسس شوك. لذلك لازم اعمل عندي اختبار حساسيه قبل ما اديها له. لكن بيقول لك ان هذه الهايبر سنسيتيفيتي بتكون مش كومون قوي، لسه كومون لكنها موجوده. طب ايه الحاجه الكومون؟ قال لك الحاجه الكومون ان هذه الادويه كلها بتتاخد سبكوتينيوس، فممكن تعمل عندي انفلاميشن في المكان اللي اتحقنت فيه، في سايت اوف انجكشن. تمام. قال لك طب في حاجات برضو ممكن تحصل زي اي تطعيم او اي زي حقنه او اي حاجه بتاخدها، ممكن يحصل شويه هيدك او فتيج يوصل 3 4 ايام، مش قصه يعني. لكن الهايبر سنسيتيفيتي ليس كومون بس خطيره، لانها ممكن تؤدي لانفلاكسس. كومون انه يحصل انفلاميشن ات سايت اوف انجكشن، حد يتحقن بحاجه فممكن يحصل انفلاميشن فيها، مفيش مشكله. وكمان ممكن يحصل شويه هيدك اند فتيج. بكده يكون الحمد لله خلصنا شابتر البرونكيال ازمه، وشكرا جزيلا.